بالدواسات دي ان شاء الله. دي الدواسات المكن الصناعي. ان شاء الله هوريكم دواسات المكن البرازر او السنجر البيتي. خلاص ان شاء الله. دي بتعمل دواسة، بتعمل العراوي. ده طبعا المكان اللي بتركب فيه من المكنة، مسمار المكنة. خلاص ده الدواسات دي بتاعت المكن البيتي مش الصناعي. التانية كانت الصناعي، دي دواسات المكن البيتي. دي بتاعت العراوي. هنا عندنا دي بتاعت كشكشة كده، وفي ممكن تحطي قماشتين تحت بعض من هنا، وتبقى اللي فوق فيها كشكشة واللي تحت ماشية عادي. برضو ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي تستخدموها. وفي هنا دي بتاعت السوستة، فيها فتحتين كده زي ما انتم شايفين من هنا ومن هنا. ده مسمار بتخليها شمال، افتحي شوية تبقى ناحية اليمين كده، وتبقى ناحية الشمال كده، يعني بتيجي شمال وبتيجي يمين. ماشي يعني بالمنظر ده اهي، ده بتكون واضحة. دي بتاعت السوستة المكن البيتي مش السنجر، مكن الحديث. دي دواسة عادية بتاعت برضو البيتي، مكن البيتي. خلاص. ودي بتاعت البرم. دي برم مش تاني، تعمل برم الطرح، بتعمل برم فستان. دي الفستان، دي الجيبة سواريه كده. وهنا عندنا القطعة دي حلوة جدا ومهمة جدا في الدواسات الجديدة. الدواسات الجديدة بتيجي ساعات معهاش القطعة اللي فوق دي اللي هي بتاعت المسمار، بيجي وش بس، تيجي هنا الوش ده بس من غير قطعة المسمار دي. فالمكان ده اللي هو ده من تحت ده، فالمكان ده اللي هو ده يا رب تكونوا شايفينه. الدواسات الحديثة بتيجي معاه، ممكن تشتري له ده لوحده، انا شاريه ده لوحده. في هنا مكان بتحط فيه، يعني في هنا مكان بتحط فيه في الدواسة، بتدوس على الدواسة كده بيخش فيها، وانت بتركبي المسمار بتاع المكنة من هنا. هي ملهاش مكان يتحط فيه زي ده كده، لا، بتيجي قطعة واحدة على بعضها، وفيها من حتة من هنا ما فيهاش الراس دي، فاحنا بنجيب دي بنركبها بدلها، بندوس عليها بتدخل كده عادي، وبنركب في المكنة من هنا المسمار من هنا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم مجموعة دواسات للمكن الصناعي واستخداماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة دواسة الكشكشة اللي فيها معيار من هنا، تضيقي الغرزة بيه كده او توسعيها، يا رب يكون واضح. في عندنا نوع تاني برضو من الكشكشة اهو دوت، برضو بتعمل كشكشة. في برضو حاجة بتعمل تانية رفيعة في ديل الفستان او ديل الجيب بالمنظر ده، او تتني بيها ديل الملاية، الجوانب بتاعت الملاية، كيس مخدة، تنفع لأغراض كتير قوي. دي دواسة السوستة زي ما انتم شايفين كده، من هنا عاملة كده اهي، يا رب تكون واضحة. وبرده في نوع تاني من السوست اللي هو الرجل الواحدة دي اهي، في منها شمال وفي يمين، شمال ويمين. تلاحظوا ان الفتحة دي من الناحية دي
والفتحة دي من الناحية دي. خلاص. وفي هنا دواسات خياطة عادية بس بلاستيك بالشكل ده، تبقى حلوة قوي في القماش اللي فيه مطة او الفيزون او الستان، تمشي معاه حلوة قوي. وفي هنا اخر حاجة اللي هي دواسة البي، تبقى بالشكل ده. ده البيه، دي بتاعت البيه. بنفك المسامير دي، هي جاي معاها مسامير. بنفك الوش بتاع المكنة وبنحطها، وبنحط الدواسة دي. ما بتركبش الدواسة طبعا العادية، لا بتركب الدواسة دي كده من هنا كده، تبقى كده. وبنعمل منها البيه، وبنحط الشريط البيه هنا، بنمشيه كده وبندخله. هوريكم ان شاء الله طريقة استخدامات كل حاجة من الدواسات دي ان شاء الله. دي الدواسات المكن الصناعي ان شاء الله. هوريكم دواسات